السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم متابعينا الكرام. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناتكم كورة في الجول. وزي ما احنا متعودين دايما بنبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قرار عاجل من نادي شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري قرارا عاجلا قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام النادي الأهلي المصري، وذلك في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل. وأكد النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي ماركوس باكيتا قرر البدء في تجمع الفريق في معسكر مغلق بداية من غد الثلاثاء، وذلك استعدادا لمباراة الفريق أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. وأوضح نادي شباب بلوزداد في بيانه أن المعسكر سيكون بالمركز التقني لسيدي موسى، وذلك من أجل توفير الأجواء المناسبة والتركيز الجيد لتشكيل شباب بلوزداد قبل استقبال الفريق المصري النادي الأهلي. وكان نادي شباب بلوزداد تدرب اليوم بالملعب الفرعي على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر، وذلك استعدادا للمباراة التي ستقام يوم الجمعة المقبلة. وفتح نادي شباب بلوزداد الباب أمام الجماهير من أجل الحصول على تذاكر المباراة، وذلك عبر أحد التطبيقات لبيع التذاكر في الجزائر والمسؤول عن تذاكر تلك المباراة. ويلتقي شباب بلوزداد مع الأهلي في ملعب 5 جوليا 1962 بالعاصمة الجزائرية الجزائر، وذلك في لقاء الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في تمام الساعة 9 من مساء يوم الجمعة المقبل إن شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من فيديوهات قناتكم كورة في الجول. أتمنى يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.